السلام عليكم. في الفيديو ده انا عملت تجميعة لاهم 7 تريكات في دافنشي ريزولف. اتفرج على الفيديو للاخر علشان تستفاد من كل التريكات. واول تريكايه هي ازاي تسرع او تبطئ الفيديو مع الصوت اللي معاه. مثلا انا عندي مثلا فيديو زي ده عايز ابطئ او اسرع الصوت اللي فيه. هاجي هنا كده نشوف الصوت الاول. ده فيديو تجربة على الصوت. هتدوس على الفيديو هنا كليك يمين، وبعد كده من فوق هنا هتدوس على ريتايم كنترولز اللي هي كوماند ار او كنترول ار لويندوز. هتدوس عليها كليك، هيظهر لك فوق الفيديو كده سبيد تشينج. السهم الازرق ده معناها ان دي السرعه الاساسيه للفيديو. هنيجي هنا من عند الحرف الفيديو هنا وهزود، هنلاقيه بقى اصفر، وهنلاقي فيه تحت زي بريسنتج كده كام في المية. هاجي هنا مثلا 70%، ممكن ازود اكتر. لو خلينا مثلا 70% هنا كده، وجيت بقى ايه شغلته من تاني. ده فيديو تجربة على الصوت. بطء الصوت والفيديو مع بعض. اقدر برضو اعمل العكس، اخليه اسرع زاد عن ال 100%، اخليه مثلا 150 كده، بقى اسرع صوت وصوره ده فيديو تجربة على الصوت. بالشكل ده. يبقى دي اول تريكايه اللي هو ازاي اسرع او ابطئ الفيديو بالصوت مع بعض بريتايم كنترولز. تاني تريكايه وهو ازاي ان انا اعمل فاصل ما بين فيديوهين في التايم لاين بتاعي. عايز اعمل فاصل زي اللي انا عامله كده، عايز اعمل فاصل ما بين الفيديوهين مثلا دول في النص هنا كده، وهتدوس كليك يمين على السهم الاحمر ده وهتدوس انسيرت جاب. هيفتح لك كده ايه مكان فاضي ما بين الفيديو والفيديو اللي قبليه. واحد هيقول لي انا عايز الجاب دي اقدر انا اتحكم في المسافه اللي هو هيفتحها لي. هتروح على الدافينشي ريزولف فوق هنا من على البرفورمانس، وهتدوس عليها هنا، ومن عند السيستم في يوزر هتدوس على اليوزر. من على الايديتنج بيج هنا هتنزل تحت شويه لغايه ستاندرد ستيل دوريشن. هنا هتلاقي معموله الستاندرد بتاعها، هي معموله 5، انا اقدر اعملها مثلا 15 وادوس سيف ما بين الفيديوهين دول كده واعمل انسيرت جاب. اللي هيحصل ان هو هيعمل لي 15 ثانيه زي اللي انا عملتها في السيتنجز بالظبط. يبقى انا اقدر اعمل فراغ ما بين الفيديوهين، واقدر كمان اتحكم في الثواني بتاعت الفراغ بكل سهوله من عند السيتنجز. ودي التركية رقم 2. طيب التركية رقم 3، ازاي اضخم الصوت اللي عندي هنا مثلا الصوت ده انا مضخم الجزء الثاني اللي هو ده من الصوت عندي. يعني لو هنسمع كده تجربة على الصوت. ضخمت كده وبقت ايه غليظه شويه. انت تقدر تعمل الكلام ده ازاي على الدافينشي؟ تعالى ما اقولك. بكل بساطه هتجيب الصوت اللي عندك بالشكل انا عايز مثلا الصوت هنا بس، هاخد الصوت وتختار الحته اللي انت عاوز تضخمها، وليكن مثلا من اول فيديو تجربه انا خلينا نضخمها، نمسح بس اللي في الاخر هنا كده. يبقى عندنا ايه الصوت جزئين، الجزء العادي ومن اول فيديو تجربه دي احنا عاوزين نضخم بقى لغايه الاخر. هنختار هنا الصوت، وبعد كده هنطلع على الافكتس فوق هنا خالص، وهنيجي عند الاوديو افكت اف اكس، وبعد كده الاي يو افكتس، ومن هنا هنبحث على فاينل وهنضيفه على الصوت بالشكل ده. هيظهر لنا الفاينل البانل بالشكل دي. وده بلجن بتقدر تنزله، هو مجاني، بتقدر تنزله وتستخدمه على الدافينشي ريزولف. الطريقه بتاعته انك انت ازاي تنزله بكل بساطة أنا نشرحها في السريع، واللي عاوز يسأل فيها ممكن يسألني في الكومنتس علشان بس وقت الفيديو ووقت حضراتكم. بكل بساطة هتخش على الويب سايت اللي هو ده الفاينل، وهتدوس على داونلود فور ماك أو البي سي وتختار اللي يناسبك. أول ما تنزلها هيفتح لك الملف بتاع الداونلود بكل بساطة اللي هو ده. هتعمل داونلود للملف ده، بعدها هتعمل ريستارت في دافينشي علشان يتحمل عندك في البرنامج. وبعدين اول ما تيجي تفتحه هيطلب منك تحمل برنامج تاني، وهو البرنامج ده هو اسمه برودكت بورتال. ده هيطلب منك تحمله مع البرنامج اللي انت حملته اللي هو اسمه فاينل. اول ما تحمل وهتعمل لهم زي كونكتنج مع بعض، هيفتح لك عادي جدا في الدافينشي ريزولف بالشكل اللي هو ظاهر معانا ده. انا قلت بس الشرح على السريع، اللي منكم عاوز يعرف التفاصيل بقى ومثلا حاجه وقفت معاه اكتب لي في الكومنتس وانا هكون معاك خطوه بخطوه ان شاء الله. او حتى ممكن نعمل فيديو مفصل عن البلجنز عامه في الدافينشي ريزولف ان احنا نشرحها اكتر وبتعمق. يبقى اول حاجه هنختار الجزء اللي احنا قلنا عليه، هنضيف البلجن او الايفكتس اللي احنا ضفناه هيظهر لنا الويندو دي. من هنا هنعمل 3 حاجات دي هنعملها من صفر، وهنيجي هنا عند سبين داون وهندوس عليها، وبعد كده هنختار ال 2000 من فوق هنا. بكل بساطه خليها مفتوحه معانا لما نيجي نسمع الفيديو بالشكل ده. ده فيديو تجربة. فدي التركايه الثالثه وهي تضخيم الصوت. ونيجي عند التركايه الرابعه، وهي لو انت عندك في التايم لاين كذا فيديو لسورس واحد معين. يعني انت عندك فيديو ثابت خدت منه كذا قطايه
وحاططها في التايم لاين، بقى عندك كذا فيديو بس السورس واحد معين، وانت عاوز تسلكت كل الفيديوهات دي بتاعه السورس الاساسي بتاع الفيديو مره واحده. بكل بساطه هنروح عند الميديا بول من فوق هنا، ودي كل دي الفيديوهات اللي احنا مستخدمينها في التايم لاين. ولنقل مثلا ان احنا عاوزين الفيديو بتاع ايجيبت هنا ده هو ده اللي احنا عاوزين ناخد كل اللقطات بتاعته اللي احنا مستخدمينها في التايم لاين. من عند الفيديو فوق هنا هندوس كليك يمين، وبعدين هننزل على كليب كولر ونختار مثلا الاورنج. لو جينا بصينا هنا في التايم لاين هنلاقيه لون اللون البرتقاني في كل القطات اللي احنا مستخدمينها لنفس الفيديو بالشكل ده، ولكن هو لون بس ما عملش سيلكت. علشان بقى اعمل سيلكشن هنروح على فوق هنا خالص التايم لاين من فوق هنا، وهننزل تحت عند سيلكت كليبس، ومن عند سيلكت كليبس هنقول باي كولر كليبس، واحنا عاملين اللون الاورنج. فلو دوسنا اللون الاورنج وبصينا تحت هنلاقيه عمل سيلكشن لكل الفيديوهات باللون الاورنج بالشكل علشان برضو نتأكد لما نيجي نحركهم اتحركوا معانا كلهم مرة واحدة. فدي التركية رقم 4. والتركية رقم 5 وهو انك انت تعمل ديسيبل او اخفاء مؤقت لفيديو معين في التايم لاين بالشكل ده. لو احنا جينا مثلا هنا على التايم لاين وانا عندي هنا الفيديو تحتيه فيديو تاني، عايز ان انا اشتغل على الفيديو اللي تحت هنا ده، بس انا مش عايز امسح الفيديو اللي فوق، فبكل بساطة هدوس على حرف الدي، هيعمل لي اخفاء او ديسيبل للفيديو مؤقتا علشان بس اشتغل على الفيديو اللي تحت هنا وبعد كده لو انا عايز ارجعه تاني هدوس حرف الدي تاني هرجعه لي. وبالنسبه برضو للصوت اقدر انا اسلكت الصوت وادوس على حرف الدي اخفيه واظهره بالشكل ده. التريكه رقم 6 وهو ان انا اتنقل ما بين الكي فريمز عندي في فيديو معين عن طريق شورت كات في الكيبورد بدل الماوس، وده بيدي دقه في التنقل ما بين الكي فريمز بدون اي اخطاء. بكل بساطه هنا عندي على الكي فريمز فوق انا عندي عامل 3 كي فريمز مثلا هنا بالشكل هدوس هنا على حرف القوس قدام وورا مثلا بالشكل هيتعمل لي تنقل ما بين الكي فريمات اللي انا عاملها بكل دقه وبدون اي اخطاء في الفيديو عندي بالشكل ده. فده اختصار التنقل ما بين الكي فريمات في الفيديو اللي عندي. رقم 7 والأخيرة وهي إن أنت تعمل بداية ونهاية لمقطع معين عندك على التايم لاين، تقدر إن أنت تستخرجه تعمل له إكسبورت مثلا، أو إن أنت تعمل له لوب علشان يشتغل كذا مرة. لو أنت عاوز تشوف مثلا إفكت معين أو حاجة معينة أنت عملتها كذا مرة علشان تتأكد إن هي تمام. أنا عندي مثلا المشهد من أول مثلا هنا كده هدوس حرف الآي على الكيبورد وهو الإن، وهاجي هنا عند من اول هنا كده وهدوس حرف الاو وهو الاوت، فعمل لي فوق كده. لو بصينا على التايم لاين هنا اقدر ان انا اعمل لها لوب عن طريق ان انا هدوس على زرار اللوب اخليه احمر بالشكل وبعد كده اشغل الفيديو عادي جدا هلاقيه اشتغل في المكان بس اللي انا عملت له ان واوت في التايم لاين. اقدر ان انا اعمل له استخراج او اكسبورت بره خالص في الديسكتوب مثلا. دول كانوا ال7 تريكات اللي احنا اتكلمنا عليهم، اتمنى يكونوا فادوا حضراتكم. فشاركوني ارائكم في الكومنتس، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو السبسكرايب واللايك، لان ده بيساعدني ان انا اعمل فيديوهات زي كده كتير. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.